اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت من مذكرات سامية جمال عن القسوة اللي مش ممكن. موضوع مأساوي جدا. وفاة والدتها بالطريقة البشعة دي، معاملة زوجة أبوها ليها وضربها، ويعني انتهينا بالفار اللي اعتبرته شريك حياتها. وهنبدأ تاني حلقة من مذكرات سامية جمال، وهتلاقي لينك في وصف الفيديو فيه مذكرات سامية جمال، كل المذكرات اللي نشرناها قبل كده في القناة هنا. بتكمل سامية جمال وبتقول: كتب لي القدر ذات ليلة أن أستبدل صداقة الفار بصديقة أخرى. في تلك الليلة تسلل إلي صوت غريب جديد على سمعي، هزني من الأعماق وأشاع البهجة في روحي وجسدي معا. إنه الموسيقى. الموسيقى المنبعثة من نافذة الجيران تسللت إلى نافذتي وسرت في كياني سريان النار في الهشيم. تساءلت من أين هذه الموسيقى، وجاءني الجواب: لقد اشترى الجيران راديو والتفوا حوله يستمعون بأنغامه ويستمتعون بها ويسعدون بإنشادها، وأنا الطفل المحروم القابعة في ركنها المهمل خلف أسوار الحياة أتلقى فتات سعادتهم من بعيد. ومع هذا فأنا سعيدة بهذا الفتات، سعيدة كل السعادة. ومرت علي الليالي وأنا ساهرة بجوار النافذة أسمع الراديو والفرحة ترقص في قلبي، وأنظر إلى السماء في ابتهال، وأرسل الدعوات إلى الله أن يحفظ هذا الرجل الذي اشترى الراديو لأسرته وأسعدني دون أن يدري. على أنني كنت طوال سهراتي أختلس النظر إلى الخلف خوفا من أن تراني زوجة أبي وتضبطني متلبسة بجريمة الاستماع إلى الموسيقى فتنهال علي ضرب. كان في غرفتي مرآة كبيرة كثيرة الثغرات والندوب، ولكنها كانت مرآة على أي حال. وتشهد هذه المرآة التي طالما رأت دموعي أنني عندما سمعت الموسيقى من راديو الجيران لأول مرة اهتز قلبي هزة عنيفة، واهتز مع كياني منطلقا مع الأنغام. لقد رحت منذ الليلة الأولى أتلوى مع هذه الأنغام التواءات يسميها العامة بالرقص، وأسميها أنا التواءات الألم والحرمان حينما يمتزجان بالتواءات السعادة والنشوة. فجأة انقطع صوت الموسيقى، وعرفت أن الجيران سافروا ولن يعودوا قبل شهرين. ومرت علي الليالي قاسية جامدة، وذات يوم احتشدت حولي أسباب اليأس من الحياة، إذ كانت قسوة زوجة أبي قد زادت على كل حد، وتفنن أهل البيت جميعا في سوء معاملتي. فاندفعت إلى البكاء بسيل من الدموع لا ينقطع، وبينما أنا غارقة في الدموع قفز إلى رأسي سؤال صبياني مضحك، حيث رحت أسأل نفسي: من أين تجيء عيني بكل هذه الدموع وأنا لا أشرب كثيرا؟ إنها أكثر مما أشرب في أسبوع كامل. لكن فجأة عاد صوت الموسيقى، وهذه المرة كان من المقهى المجاور لنا، وعندئذ شعرت بالطمأنينة وأدركت أني لن أحرم من الموسيقى بعد اليوم. وكنت أسمع من أحاديث الناس أن هناك حياة أخرى غير الحياة التي أشاهدها من باب بيتنا المتواضع في الحارة. كنت أسمع أن هناك أناسا منعمين وقصور ومتاجر كبيرة ودورا للمسارح والسينما واللهو وسيارات وأولاد زوات وأشياء كثيرة كانت تبدو لي ضربا من الأحلام المستحيلة. وكانوا يقولون أن هذه الحياة، هذه الجنة، لا يدخلها إلا من يملكون المال. وكان من اختصاصي أن أقف إلى جوار أبي كل صباح وعينه على ارتداء ملابسه. وذات يوم إذ هو يلبس سقط من جيبه قرش وتدحرج إلى أن بلغ مكانا في أسفل بعض أساس الغرفة. ولمحت القرش وعرفت أين أستقر. واجتمع أهل البيت يبحثون عنه، ولم أخبر أحد بمكانه. وبعد أن انفضوا في يأس أخرجتهم من مكانه، ثم ذهبت إلى بقال في الحارة وصرحته برغبتي في أن أرى القاهرة كلها، وسألته ما السبيل، فضحك الرجل طويلا ثم نصحني بأن أركب ترام رقم 15. واستجبت لنصيحته وركبت الترام، ورأيت الناس والشوارع والسيارات والحدائق، وتذكرت أمي رحمة الله عليها وكيف كانت تحبب إلينا القناعة بقولها أنه ليس في الدنيا شيء أكثر مما في حارتنا، وليس في البيوت الأخرى شيء ليس في بيتنا. رحمة الله عليها، لقد كان البؤس حبيبا إلينا في ظل حنانها ورحمتها. يعني هي بتقولي شافت حياة تانية خالص غير اللي والدتها كانت بتقنعها ان هي دي الحياة الحارة بتاعتهم وكده، عشان طبعا ما يصعبش عليهم حالهم ويبدأوا يقنطوا يعني من حالتهم. بتكمل سامية جمال وبتقول: عدت إلى البيت من رحلة الترام وأنا أعرف السعادة لأول مرة، وبينما أنا أبتسم وأتسلل إلى غرفتي على طراطيف صابعي، إذ بصفعة قوية تهوى على وجهي فتوقظني من أحلامي.
كانت زوجة أبي تعاقبني لأني غادرت البيت دون إذنها، وتجمدت دموعي على وجهي، لكني عدت إلى الموسيقى تمسح حزني، وجريت إلى المرآة أحرك جسدي أمامها، وفجأة دخل أبي ففاجأني وصرخ صرخة مدوية وجن جنونه وهو يقول: أنت بترقصي يا مجرمة، وانهال علي ضربا. واشتركت معه في هذه المهمة زوجته، ولم تمضي لحظات حتى اشترك أهل البيت جميعا يساهمون في هذا العمل الجليل الذي بدأه أبي وزوجته، على أنهم لم يكتفوا بذلك بل أمسك والدي بالمقص وجز شعري الطويل الذي كنت أعتز به كل الاعتزاز حتى حلق نصف شعر رأسي، وأوشك أن يستمر لولا تدخل أخي الأكبر الذي رحم دموعي فجعل يتوسل لأبي ليكتفي بهذا القدر من العذاب. لكن زوجة أبي لم تكتفي وأوصلت عذابها لي، واستمر تعذيبها لي أيام وأيام حتى أصبح العذاب والتعذيب تسليتها الوحيدة. وذات يوم حدثت مفاجأة في البيت من غير مقدمات. سمعت أبي يلقي على زوجته يمين الطلاق، وراح يجمع ملابسه وخرج من البيت وتركنا وحدنا. وبعد أيام معدودات جمعت ملابسي القليلة أنا الأخرى وتسللت من البيت وقصدت أبي حيث يقيم، وما كاد يراني حتى صاح بي: إيه اللي جابك هنا؟ فنظرت إليه في توسل قائلة: خليني معاك يا بابا، انت عايش لوحدك، اعتبرني خدامة ليك. فنظر إلي عجبا وقال: إزاي؟ انت نسيت العذاب اللي عذبتهولك؟ فقلت له: انت أبويا، مهما عملت هستحملك، واستحمل منك اللي ما استحملتوش من الغريب. وما كادت هذه الألفاظ تصل إلى سمعي حتى أحسست أن قلبه الذي ظننته أنه حجرا قاسيا يذوب من حنان ورفق، وقال: أنا ما كنتش فاكر إني هسمع منك كلام زي ده في يوم من الأيام. خليكي جنبي يا بنتي. ولا يستطيع أحد أن يتصور فرحتي في هذه اللحظة. لقد خيل إلي أني أسعد فتاة في الوجود، سأعيش مع أبي بعيدا عن قسوة زوجته. على أن هذه السعادة لم تدم طويلا، فذات يوم عاد أبي ومعه امرأة أخرى وقال لي إنها منطق، وقال لها أمامي: أنا اتجوزتك عشان تاخدي بالك من بنتي. وأجابت بقولها: وأنا هحطها في عيني، وبكرة هي كمان تحبني. ومضت الأيام الأولى هادئة، ولكن ما لبث أن كشفت الزوجة الجديدة عن حقيقتها البشعة. سبحان الله، الستات المفروض يعني في رحمة شوية وفي حنية شوية، لكن يعني كانت زوجات الأب حاجة قاسية جدا بصراحة. مفيش رحمة. والراجل كمان كان يعني حسب ما بتحكي كده كان مفتري ومالوش كلمة، وسايب البنت تتضرب، وضرب الأطفال ده أو ضرب الكبار، الضرب عموما. القصة دي صعبة جدا وتعبت لي نفسيتي. السيرة الذاتية أو مذكرات سامية جمال تعبت لي نفسيتي جدا بصراحة من اللي أنا قريته. اكتشفت أن زوجة أبي الجديدة لا تقل في قسوتها عن سابقتها. بتكمل بقى سامية جمال وبتقول: لولا أنها مارست معي لونا جديدا من التعذيب، إذ جعلت في غيبة أبي تقيل لي ألوانا من الضرب والسب، وكانت تتخير المواضع التي تضربنا فيها حتى لا يبدو لي ولا لأبي مكان الضرب. يعني كانت بتضربها في أماكن ما تعلمش يعني. فإذا اقترب موعد عودة أبي هددتني إذا فتحت فمي بكلمة واحدة، وأجبرتني على أن أبتسم أمامه وأتظاهر بالسعادة. وذات يوم صارحت أبي بالحقيقة وقلت له أن عايشة في عذاب يا بابا. ولم تكن تسمع هذه العبارة حتى أقبلت نحوي تحتضني بذراعيها وتقول: ألف بعد الشر عليك يا بنتي، عذاب إيه كفل الشر، أنا فداكي. ولكن لم أسكت، دفعتها بعيدا عني، فعادت تحتضني وقرصتني قرصة مؤلمة، قرصتها يعني تنذر بالويل إذا ما أصررت على أن أتكلم. وصرخت في وجهها: سيبيني. وكشفت لأبي مواضع التعذيب وقلت: شوف يا بابا، شوف العذاب اللي أنا عايشة فيه مع مراتك. وبدت الدهشة على وجه أبي، أما هي فانفجرت باكية وهي تقول: الحق عليا إني مش عاوز أقول لك من زمان وكاتمة في قلبي ومستحملة. البنت دي فطحانة في الحتة، طول النهار دايرة على حل شعرها وقعدالي جنب الشباك تسمع مزيكة الرادي وترقص، والجيران اشتكوا لما ما بقاش ليا وش أبص في وش حد فيهم. اوبا، قلبت الترابيزة. طبعا ابوها كده هيصدق لانه كان ماسكها قبل كده بالرأس. تكمل بقى مذكرات سامية جمال اهي: ولم يكن ابي ليشكك في كلامها، فقد كان حادث الرقص عالقا في ذهنه، فما كادت تنهي
فما كادت تنتهي من كلامها حتى أقبل يضربني بكل قسوة، وأخيرا خيرته بيني وبينها في البيت فاختارها، ودفعني إلى العودة إلى بيت مطلقته وأولاده منها. لم أستغرب منهم أنهم لم يحسنوا استقبالي، فقد كانوا في ضيق من العيش، ووجودي بينهم معنا أعباء جديدة، وكنت أخشى بمن حولي في خاطرهم، وأحاول أن أجد لنفسي مخرجا من هذه الحالة. كانت في البيت المجاور لنا إنسانة رقيقة، هي مدرسة بإحدى المدارس، وكانت تسبق علي الكثير من العطف فيما أعانيه. وقد جاءت ذات يوم وقالت لزوجة أبي: ما دمتم عاجزين عن إيواء هذه الطفلة وكفالة العيش لها، فلماذا لا تدعونها تعمل لتكسب قوت يومها؟ فقالت زوجة أبي: ودي تعرف تشتغل؟ دي خايبة. فاقترحت المدرسة أن تأخذني إلى خياطة أعمل عندها، وبدأت حياة جديدة. فقد أتاح لي العمل فرصة أخرى، حرية بضع ساعات كل يوم، والبعد عن قوم لا يحبونني. بنوقف المأساة دي بالمذكرات، بنوقف مذكرات سامية جمال لحد دلوقتي. هي مأساة فعلا لحد النهاردة، لحد اللحظة اللي بقولك فيها عن الحلقة دي. وفي وصف الفيديو هتلاقي لينك فيه كل مذكرات الفنانين. وانتظرنا الحلقة الجاية نكمل مذكرات سامية جمال. وكمان هتلاقي في وصف الفيديو لينك لصفحة الفيسبوك والتيك توك وقناة اليوتيوب التانية. وانتظرنا الحلقة الجاية.